السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مسافر الامارات مخصوص عشان تدور على شغل يبقى الفيديو ده علشانك، لان ناس كتير بتسافر من مصر علشان يلاقوا فرصة شغل كويسة هنا في الامارات، بس مش بيبقوا مجهزين نفسهم خصوصا اول شهرين بتوع الزيارة. دول اهم شهرين ممكن يكون في الزيارة كلها يعني او في السفرية كلها بتاعتك. دي حاجات ممكن في حاجات ممكن يعني ينساها بتأثر كتير على اقامتك اول ما توصل الامارات. فأنا هاقول لك على أهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وتاخدها معاك من مصر وتكون مجهّزها لإنّك هتحتاجها أوي هنا في الإمارات. حاجات أنا نَفْسي ما كنتش أعرفها لمّا جيت هنا ممكن تبان بسيطة لبعض الناس، بس أثّرت معايا كتير أوي سواء وأنت بتدوّر على شغل أو في حياتك اليومية، وبتقلل المصاريف جامد بشكل كتير يعني. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يظهر لك الفيديوهات الجاية، وتعالَ نبدأ بأول حاجة وهي الأوراق الرسمية. أول حاجة طبعًا يكون معاك جواز السفر على الأقل يكون سنتين أو أكتر، يعني ما تجيش وأنت جواز سفرك فيه شهور أو سنة، لإنك مش ضامن تقعد قد إيه هنا في الإمارات. في الأول خصوصًا لإن لو ربنا كرم مثلًا وممكن تقعد سنة أو سنتين ما تقدرش تنزل أجازة، وهنا عشان تجدد الجواز في السفارة تقريبًا تبتدي من 650 درهم، طبعًا دي يعني تقريبًا بيساوي 7000 جنيه. طبعًا ده مبلغ كبير مقارنةً لو هتعمله في مصر، غير إن تجديده هنا ممكن يقعد مثلًا بال6 شهور عقبال لمّا يوصل لك، فتريّح دماغك من أولها ويكون جواز جديد مثلًا تعمله أو مثلًا على الأقل فيه سنتين أو 3. تاني حاجة اتصوّر صور شخصية زي 4 في 6 اللي هي المعروفة خالص التقليدية جدًا، دي تصوّرها كتير، هتحتاجها في الCV والتقديم في أي معاملة حكومية هنا مهمة جدًا. تالت حاجة شهادة التخرُّج طبعًا والأوراق اللي محتاجة تصدّقها. طبعًا شهادة التخرُّج هتصدّقها من وزارة الخارجية المصرية وسفارة الإمارات تقريبًا هي في التجمُّع الخامس، ويا ريت كمان تجيب أي شهادة خبرة أنت تقدر تجيبها من الشركات اللي اشتغلت فيها وتصدّقها كمان. عايز أقول لكم هنا شهادات الخبرة أهم من شهادات التخرُّج، لإن هنا لو مش هتشتغل بالشهادة فمش هتحتاجها أوي، لكن لو معاك شهادات خبرة في مجال معيّن أنت بتدوّر على شغل فيها بالمجال ده، فهنا يهمّهم أوي إن أنت هتفيدهم قد إيه في الشغل ده. لو معاك بقى شهادة تخرُّج ومش خبرة مثلًا مش هيستفادوا حاجة، يعني أكيد أنتم فهمتوا قصدي. الCV بقى، لازم تضبّط CV محترم كده يكون كاتب خبراتك في آخر 3 شركات أنت اشتغلتها، ما تكتبش تاريخك المهني كلّه من ساعة ما اتولدت، هو بالكتير أوي صفحتين والمعلومات المهمة، وبلاش يكون فيه ألوان ولا font غريب ولا أي حاجة غريبة للعين، خلّيه بسيط جدًا ويكون بصيغة PDF. اوعى تبعت CV بتاعك للشركات وهو على الWord، ده كارثة طبعًا، ويكون بس واقف على الخط الإماراتي اللي هتجيبه أول ما تيجي الإمارات. غير طبعًا هتعمل بروفايل على أهم مواقع التوظيف زي LinkedIn، ده أهم واحد اهتم بيه، وعلى Naukri Golf برضه ده كويس جدًا وIndeed كمان. ما تجيش هنا الإمارات ولسه هتعمل CV وأكونتات على المواقع دي اللي أنا قُلتها لك دي، اكسب وقت واعملهم قبل ما تيجي، بحيث أول ما توصل تشتري الخط الإماراتي عشان تحطه في الCV بتاعك، عشان الناس يكلموك عليه لو في مقابلة شغل أو حاجة. حاجة مهمة كمان بس دي ممكن تحتاجها بعد فترة، وهي لو عندك رخصة قيادة من مصر هاتها معاك علشان لمّا تستقر وتبقى عايز تطلّع رخصة، هتساعدك أوي إنك تطلّع رخصة أسرع، وهتوفّر لك مبلغ كويس في حصص التعليم. بس دي يعني مش قبل سنة، يعني بعد ما تستقر إن شاء الله. مصاريفك بقى حاول تجيب معاك مبلغ يكفّيك 3 شهور على الأقل، وأنا قُلت في فيديو قبل كده مش أقل من $1000، لو هينفع أكتر من كده طبعًا ده يبقى كويس. هتلاقي في الوصف لينك لفيديو بيتكلم عن مصاريفك أول شهرين مثلًا تقريبًا هيبقوا كام من أكل وشرب ومواصلات ومصاريفك اليومية، فهتلاقي يا دوبك ال1000$ دول ممكن ما يكفّوش كمان، لو أنت بتصرف زيادة شوية على حسب طريقة وأسلوب حياتك. فأنا باقول لك خلّيك في المضمون تحسُّبًا للظروف، ما تعتمدش إنك هتلاقي شغل مثلًا من أول أسبوع، ممكن تاخد وقت أطول. لبسك بقى واحتياجاتك الشخصية، حاول تجيب معاك لبس formal علشان المقابلات، يكون مثلًا 80% من لبسك صيفي أو خريفي، لإن الجو هنا في الإمارات أغلب الوقت صيفي، ويعني في الشتا حتى مش برد خالص، أنا تقريبًا ما عنديش لبس شتوي خالص، لإن الجو تقريبًا يعني طول السنة معتدل، تجيب بقى بس حاجة أو 2 خريفي كده لو نازل مثلًا بالليل في الشتا، غير كده حاول إيه تخفِّف شنطتك على قد ما تقدر، حتى لبس البيت خلّيه دايمًا صيفي. وتجيب بقى إيه، أحذية مريحة علشان هتمشي كتير وأنت بتقدّم على شغل في دبي. الأدوات بقى الشخصية زي ماكينة الحلاقة والdeodorant بتاعك، حاول تهتم بأدوات النضافة الشخصية دي، مش هتيجي هنا تدوّر وتجرّب في براندات جديدة، خلّيك في اللي أنت متعوّد عليه لحد ما تستقر إن شاء الله، علشان هنا الحاجات دي مش رخيصة، فمحتاج نوفّر على قد ما نقدر. لو بتاخد بقى دوا معيّن
طبعًا تجيبه معاك يكفّيك الشهرين دول، ولو تقدر تجيب مسكِّن أو مضاد حيوي، بس لحد مثلًا ما ربنا يكرمك بوظيفة ويكون ليك تأمين صحّي، لإن العلاج هنا والكشف هنا غاليين أوي من غير تأمين. يعني أنا بافتكر مثلًا أنا كنت في زيارة أول ما جيت الإمارات وضرسي كان تاعبني أوي وكان لازم أكشف ما قدرتش أستحمل، دفعت تقريبًا 450 درهم بس علشان كشف السنان، وده بس علشان يسكّنني الألم يعني، لكن حشو العصب بدون تأمين هنا ممكن ياخد فلوس الشهر كلّها، فخلِّ بالك من الحتّة دي. إقامتك بقى دي نقطة مهمة أوي لازم تركّز فيها. قبل ما تسافر أنت لازم تكون مرتّب وعارف المكان اللي هتسكن فيه ومضبّط أمورك وجاي على السكن على طول، ما تجيش وحاطط في دماغك إنك لسه هتدوّر على السكن ولو في حد تعرفه في البلد هتقعد معاه ماشي، لحد ما تشوف سكن مناسب أو عند قرايبك أو معارفك، بس أهم حاجة قبل ما تركب طيارتك تبقى عارف أنت هتسكن فين. يُفضّل طبعًا إنك تحجز أول شهر وأنت في مصر، يعني أو وأنت في مصر كده حاول تحجز أول شهر عشان تبقى عارف أنت نازل على إيه. لو عايز تغيّر يبقى من تاني شهر، وحاول تختار مثلًا سكن مناسب يكون قريب مثلًا من محطة باص أو محطات المترو، عشان تسهّل على نفسك التنقل وإن أنت بتدوّر على شغل، ما تسكنش في حتة محذوفة علشان ما تتعبش من غير مواصلات، وطبعًا مش محتاج أقول لك ما تنزلش في سكن في الشارقة أو عجمان، لإنك يعني تسكن في دبي علشان بقى تبقى قريب من الشركات وتعرف تروح أي interview ييجي لك، لإن من غير عربية السكن في الشارقة وعجمان صعب شوية بالمواصلات. وأنت بتدوّر على شغل نزّل تطبيقات زي الByte أو Indeed أو LinkedIn على تليفونك، وتكون مفتوح طبعًا التطبيقات دي، علشان تتابع أول بأول الوظايف اللي بتنزل على التطبيقات، لإن مهم أوي حتّة إن أنت أول ما تلاقي الوظيفة بتنزل لازم تكون أنت من أوائل الناس اللي بتقدّم، ما تكونش مثلًا بعد ساعتين 3 من البوست أو الإعلان اللي نازل على الوظيفة وأنت تقدّم عليه، لازم تقدّم مثلًا الصبح بدري تبعت الإيميلات بتاعتك للHR بتاعة الشركات الساعة 6:00 و7:00 علشان ما تبقاش مثلًا أنت باعته قبليها بيوم بالليل وتلاقي ناس كتير بعتت بعديك، فأنت تكون في الأواخر تحت، وممكن الHR ما ياخدش باله أو ينزل تحت أو يكسل، فأنت خلّيك دايمًا 6:00 7:00 تبعت الإيميلات، دي برضه تريكاية أنا عرفتها هنا بعد ما اشتغلت يعني من ناس من HR بخصوص، بيدوّروا ما بينزلوش أوي يعني في الإيميلات، فحاول أنت تكون في الأوائل أول ما بيروح شغله أو يفتح الإيميل يعني آخرك مثلًا قبلها بساعتين تكون أنت إيه، باعت الإيميل بتاعك. وتحضّر نَفْسك إنك هتنزل تلِف على الشركات بنَفْسك، مع إن أنا مش بافضّل الموضوع ده، ده كل التقديمات دلوقتي أونلاين، بس أنت بتعمل اللي عليك. أول ما توصل بقى الإمارات، أول حاجة بتعملها إنك بتغيّر الدولار لدرهم من أي صرافة في المطار، منهم الأنصاري والفردان ودول من أشهرهم يعني، وفي كتير على فكرة هتلاقيه في المطار مش هتفرق أوي يعني. تاني حاجة تشتري خَط تليفون، هُم شركتين بس دو واتصالات، وأنا عن نفسي بافضّل اتصالات تقريبًا الخط ب50 درهم، بس طبعًا الخط يعني مهم عشان تعمل update للCV وتكتبه مثلًا عشان لو أي شركة ردِّت عليك ممكن تتصل، فلازم تكون جاهز. أهم حاجة في الرحلة دي إنك تكون حاطط هدف محدد في دماغك، وهو إنك إزاي تلاقي شغل في خلال شهرين، تكون ذكي وأنت بتدوّر على شغل وما تفكّرش في الديون أو الالتزامات اللي عليك وأنت مسافر، أو هاعمل إيه لو ما لقيتش شغل. ما تفكّرش في أي حاجة وتوتّر نَفْسك على الفاضي وتحُط ضغوط عليك من غير داعي، أنت ضبّط أمورك كويس قبل السفر زي ما أنا قُلت لك كده، ما تسيبش حاجة للظروف وفكّر بس إنّك هتعمل اللي عليك، ما تستناش حد يساعدك أو يجيب لك شغل مثلًا أقول أنا هادوّر بنَفْسي واجتهد وكُلّه في الآخر بتوفيق ربنا، وطبعًا مش عايز أقول لك إنّك لازم تبقى متصوّر ومتكيّف على السكن اللي هتسكن فيه، يعني ممكن يكون دي أول مرّة أنت هتسكن مع حد مثلًا أو أعداد كبيرة في الغرفة، بس ركّز في نَفْسك وما تتدخّلش في أي حوارات جانبية ممكن تعطّلك أو إيه، تشتّتك. ربنا يكرمك إن شاء الله طول ما أنت عامل اللي عليك، الخلاصة يعني في الموضوع ده، السفر للإمارات فرصة عظيمة وكل حاجة، بس هي محتاجة تجهّز نَفْسك كويس ليها، ولو جِبت الأوراق والفلوس واللبس والحاجات اللي إحنا قُلنا عليها دي، هتوفّر على نَفْسك وقت وجهد وفلوس كتير أوي. ما تسافرش من غير خطة، دي أهم حاجة، وخطّط لنفْسك صح قبل ما تيجي إن شاء الله، تلاقي الحياة هنا أسهل بكتير. ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجاية. سلام.